اول ما الناس عرفت ان انا طلعت عمره بدات الناس بقى تسالني انت طلعت عمره لوحدك، طلعت عمره من المانيا، طلعت عمره من مصر، وبدات الكومنتات والرسائل. وانا قررت ان انا اعمل لكم فيديو احكي لكم فيه على كل حاجه بالتفصيل. وبعد الفيديو ده انا اخليك تطلع تعمل عمره لوحدك، اخليك كمان تعرف تظبط اي سفريه انت عايزها بدون مساعده من اي حد. بص اخليك بعد الفيديو ده تبقى ترافلر على حق. بس كمل الفيديو معايا للاخر، احتمال يبقى طويل شويه بس احكي لك فيه كل التفاصيل وكل التريكس اللي انت ممكن تحتاجها عشان تعمل ترافل بلان صح. وخليني اقول لك عشان تخطط لاي سفريه صح في حاجه اسمها ترافل بلان او خطه السفر، عشان تبقى عارف ازاي هتطلع او هتسافر ازاي للمكان ده. محتاج ان انت تعمل البلان دي قبل ما تاخد اجازه من الشغل وقبل ما تعمل اي حاجه، عشان ما تلبس ان انت تاخد اجازه وبعد كده تكتشف ان الاسعار كلها غاليه. فلازم الاول تعمل الترافل بلان. فانت محتاج اللابتوب الجميل بتاعك، ومحتاج تكتب بورقه وقلم لو انت عايز ورقه وقلم، وتدون كل حاجه وترسم الخطه صح قبل ما تقرر ان انت تاخد اجازه وقبل ما تعمل اي خطوه، عشان ما تكتشفش بعد كده ان الاسعار كلها غاليه وانت خدت الاجازه على الفاضي. فانت محتاج تكتب وترسم زي ما بنقول بالورقه والقلم الترافل بلان بتاعك قبل ما تقرر ان انت تاخد اي خطوه. خطه السفر بتاعك هي بتبقى معتمده على كذا نقطه. اول نقطه بالنسبه لك هي تذاكر الطيران، تاني نقطه بالنسبه لك وطبعا اول نقطه دي اهم نقطه لازم اصلا تبص عليها قبل اي حاجه، وتاني نقطه هي الفيزا، هل انا محتاج فيزا للبلد دي ولا لا، وتالت نقطة بالنسبة لك وهتبقى مهمة طبعا الفنادق. هل انا اقعد في فندق، هل هقعد في هوستل، ده لازم برضو تبص على اسعاره قبل ما تاخد اي خطوة. ورابع نقطة بالنسبة لك ودي نقطة مهمة برضو المواصلات في البلد هتبقى عاملة ازاي، الانتقالات الداخلية هتبقى عاملة ازاي. واخيرا وخامس نقطة اللي هي الاكل والشرب، ودي نقطة مش هنقدر نتكلم عليها او مش محتاجين نتكلم عليها في حالتنا دلوقتي فكرة العمرة، لان انت مسافر بلد الاكل فيها حلال، فانت مش هتبقى مهتم ان انت تشوف الاكل والشرب في الدولة اللي انت مسافر عليها الا في حالة لو انت عارف ان الدولة اللي انت مسافر عليها الاكل والشرب فيها الحلال هيبقى صعب بالنسبة لك. فانت لازم برضه تظبط النقطة دي مع خطة السفر بتاعك. بس في الحالة اللي احنا فيها دي احنا مسافرين السعودية، فمش محتاجين ان احنا نهتم بالنقطة دي خالص. اول نقطه بالنسبه لتذاكر الطيران، وعشان تلاقي تذكره طيران رخيصه فانت عندك اوبشنز او مواقع كتير تقدر تدور عليهم. اقدر انصحك ان انت تدور على سكاي سكانر، بس حاول تخش ان انت تبقى برايفت براوزنج. هسيب لك هنا الخطوه اللي انت تقدر تختار منها ان انت تخش متصفح خفي، لان الفكره كلها ان انت هتقعد تدعبس وتدور على تذكره طيران في الموقع. فالموقع ممكن مع التدوير الكتير يرفع سعر التذكره، لان بيحس ان هو في ضغط على اليوم ده او في ضغط على السفريه من المكان ده للمكان ده، فبيرفع سعر التذكره بالنسبه لك. فانت حاول على قد ما تقدر عشان تلاقي تذكره رخيصه. حاول دايما وانت بتدور على تذاكر تبقى داخل متصفح خفي عشان التذكره مع الوقت ما تترفعش لو انت بتدور على الموقع كتير. ولو انت شخص عايش في اوروبا فانت عندك اوبشنز كتير جدا تقدر من خلالها تسافر لجدة او تسافر للسعودية بشكل عام. اولا انت ممكن تنزل من المدينة اللي انت عايش فيها لبودابست او المجر، وممكن كمان تسافر على بوخارست اللي هي رومانيا. ممكن كمان تنزل عمان الاردن، او تنزل ترانزيت ابو ظبي، او كمان تستسهل الموضوع لان ده موجود كتير جدا ان انت تنزل على اسطنبول ومن اسطنبول تقدر تسافر على جدة. كل ده يبقى بالنسبة لك اوبشنز رخيصة ممكن تدور عليها. انا خدت طريق بودابست اللي هو نزلت المجر الاول، وبعد كده من المجر قدرت ان انا اوصل على جدة، وكان بالنسبه لي ده اوبشن رخيص جدا. ولو انت قاعد دلوقتي ودورت على تذاكر طيران، انا كل حاجه هعملها في الفيديو ده عملي. يعني انا بعد ما اخلص الفيديو ده لو حد عايش في المانيا او عايش في اوروبا ممكن ياخد نفس الكلام اللي انا قايله في الفيديو ده ويطبقه قدامه، لان الاسعار دي هتبقى حقيقيه انا لسه مدور عليها ولسه الموقع مفتوح قدامي. فانت ممكن تاخد كل الكلام اللي انا بقوله ده وتطبقه وتحجز وتسافر في شهر 9. يعني على سبيل المثال انا حطيت خطة سفر ان انا هسافر يوم 4 سبتمبر اللي هو من برلين لبودابست، ودايما هتلاقي ان تذكرة الطيران بعديها بيوم لجدة
ارخص من نفس اليوم اللي انت هتسافر عليه. فحاول على قد ما تقدر لو انت تعرف ان انت بتقعد يوم واحد في بودابست، هيبقى بيديلك فرصة ان انت تشوف البلد كويس وتتفسح برضو في المجر، وبعد كده تقدر تكمل من بودابست على جدة. يعني مثلا قدامي تكلفة الطيران من 4 سبتمبر من برلين لبودابست عاملة 45 يورو، وهقعد ليلة في هوستل في بودابست، وبعد كده هطلع بعديها بيوم اللي هو 5 بتذكرة طيران حوالي 78 يورو، هتطلع من بودابست على جدة. اقدر اوصل جدة بالليل يوم 5. ده كل الطريق ده او الاتجاه كله بالهوستل بكل الفيلم ده هيكلفني 143 يورو عشان اوصل لجدة من برلين. انا بالنسبة لي بشوف ان الاوبشن ده رخيص جدا، وبالنسبة لي مش صعب ان انا اقعد ليلة واحدة في هوستل او فندق. انا حاطط لك مثلا سعر الفندق او الهوستل 40 يورو. انا كنت قاعد في السفرية اللي فاتت ب7 يورو ونص، وده كان ارخص هوستل قعدت فيه. وفي الرجوع هقدر ارجع يوم 12 بنفس الطريقة، وده برضو هيكلفني 143 يورو. يعني الطيران نفسه هيكلفني من 5 سبتمبر ل 12 سبتمبر هيكلفني رايح راجع 286 يورو، وده بالنسبة لي سعر رخيص جدا. تقدر برضو تخش تشيك على الأسعار دي، هتلاقي الأسعار نفس اللي أنا قايلها، وممكن تستغلها وممكن تحجزها. فأنت بالنسبة لك ممكن تشوف السعر ده بالنسبة لي كويس، أنا ممكن أزود شوية، وإن أنا ما أقدرش أنزل ترانزيت وبات، أنا ممكن أشوف طيران تاني، ممكن تنزل عمان الأردن زي ما قلت لك، ممكن تنزل اسطنبول. شوف بالنسبة لك أسعار الطيران المناسبة ليك، وبالنسبة للبادجت اللي انت محطتها للرحلة كلها ممكن تحجز طيران اعلى شوية، وانت تقلل مثلا فترة ان انت تبقى قاعد في المدينة اللي انت تنزل عليها ترانزيت. الطيران ده اختيار بالنسبة لك، انت حدد الطيران المناسب ليك. تاني نقطة هنتكلم عليها النهاردة وهي الفيزا. لازم تشوف هل انت محتاج فيزا للدولة اللي انت مسافر عليها دي ولا لا. وفي حالتنا اللي احنا العمرة اللي احنا رايحين عليها دي، انت طبعا هتبقى محتاج فيزا، لكن لازم تبقى عارف ان ما عادش في زي زمان بقى فكرة ان السعودية موسم في رمضان، موسم في الحج. حاليا السعودية كل شهر من شهور السنة انت في موسم، لان السعودية بتعمل اوكازيون. يعني السعودية انت عايز تعمل عمرة، لو انت معاك فيزا امريكا تقدر تخش تعمل عمرة، فيزا شنجن سارية تقدر تعمل عمره، عندك فيزا انجلترا تعمل عمره، اقامه دايمه في اوروبا تقدر تعمل عمره. كل ده ما عندكش ممكن تعمل فيزا ترانزيت اللي هي 96 ساعه. فانا نقطه الفيزا دي انا مش هتكلم عليها، هسيبك انت تدور وتعرف من الدوله اللي انت مسافر منها هل انت محتاج فيزا ولا لا. دور واقرا، وهتلاقي كمان عندهم الموقع الخاص بتاعهم فيه ارقام من كل الدول، تقدر تكلمهم وتعرف بالتفاصيل انت محتاج ايه، وهل انت محتاج الفيزا هتبقى شكلها ايه. فبالنسبه للناس اللي في اوروبا، انت لو انت معاك اقامه دايمه فانت تقدر تسافر تاخد اقامه، تاخد فيزا في السعوديه لمده سنه. فدي بالنسبه لك مش هتبقى صعبه قوي لو انت معاك اقامه دايمه. في ناس بتقول ان هي سافرت مش باقامه دايمه، كانت اقامه عاديه، وعلى الكاونتر قالت لي احنا ما بنبصش الا لو اقامه في اوروبا ولا لا. بس ده مش كلام اكيد، انت دور واسال وتاكد هل الموضوع ده فعلا موجود ولا لا. او على اسوأ الفروض انت ممكن تعمل فيزا ترانزيت لو انت حسيت ان في مشكله، بس من رايي ان انت تسال قبلها. وعشان نكمل خطة السفر بتاعتنا لازم ننتقل للنقطة الثالثة معانا وهي حجز الفندق. وعشان تحجز او ترسم خطة كاملة لازم تعرف البداية والنهاية لكل مدينة هتبقى عاملة ازاي. يعني مثلا انا لو وصلت على جدة يوم 5 سبتمبر، ده معناها ان انا هوصل من جدة لمكة يوم 5 بالليل، فده معناه ان انا هبات في مكة 5 6 7 و8 الصبح اصحى اروح على المدينة. ده معناها ان انت في 3 ليالي لازم تحجزهم في مكة، بتحسب التشيك ان والتشيك اوت بتاعك عشان ما تلبس اي غلطة في النص منهم، انت بتلبس الخطة كلها. و8 هوصل على المدينة، هبات هناك 8 9 10 11 و12 الصبح هروح من المدينة على جدة، ومن جدة هقدر ارجع على برلين تاني. دي خطة السفر اللي انت لازم ترسمها، لازم تبقى عارف البداية والنهاية لكل مدينة، عشان اي غلطة في النص انت بتبوظ الخطة كلها. وطبعا بالنسبة لحجز الفندق لازم تبقى عارف ان السعودية مختلفة كتير عن دول انت ممكن تسافر عليها. يعني مثلا في دول تانية انت ممكن تلاقي ان حجز الفندق بيزيد شوية مع زيادة العدد، اما في السعودية انا اكتشفت ان هو
مهما كان معاك العدد. يعني مثلا الفندق اللي انا قعدت فيه كان في مكه، كان الاوضه اللي انا دافعها بنفس السعر بنفس كل حاجه تسمح ل3 اشخاص. الاوضه في المدينه كانت تسمح لشخصين. وانا بدور دلوقتي لقيت ان هو في فنادق الاوضه نفسها ممكن تدفع عليها لو فرد واحد تدفع نفس الرقم، لو انت رايح ل4 اشخاص برضه هتدفع نفس الرقم. فده بالنسبه لك هيبقى فرصه كويسه جدا لو انت مسافر بعدد من الناس، لو انت مسافر معاك كذا شخص، ده هيسهل لك ان انت توفر في سعر الفندق وتحط الفلوس بتاعه التوفير اللي انت وفرتها ان في حد معاك في اي حاجه تانية، او تقلل في البادجت ككل بالنسبه لسعر السفر ككل. وعشان تلاقي حجز فندق رخيص انت عندك مواقع كتير ممكن تدور عليها. عندك ممكن تدور على بوكينج، ممكن تدور على اكسبيديا، ممكن تدور على اوبودو، ممكن تدور على تريب. كل حاجة من الحاجات دي ممكن تدور عليها. وممكن تلاقي في مكة سعر الليلة الواحدة ب700 يورو، وممكن تلاقي سعر 3 ليالي ب29 يورو. ومش معنى ان حجز الفندق لقيته رخيص وعدد كتير، يعني مثلا في فندق انا لقيته ال3 ليالي ب29 يورو ل3 افراد، يعني كل فرد منهم هيدفع في الليلة حوالي مش عارف 3 يورو حاجة كده، اللي هو انت مش دافع اي حاجة خالص. فمش معنى ان الفندق سعره رخيص فده معناه ان هو هيبقى وحش. اقرا الريفيوهات. واهم نقطة لازم تبص عليها وانت بتحجز فندق في مكة ان يبقى الفندق بيوفر لك اتوبيسات توديك الحرم ساعة الصلاة وترجعك من الحرم ساعة الصلاة برضو، عشان ده بالنسبة لك هيبقى بيوفر فلوس كتير جدا في الانتقالات الداخلية اللي هنتكلم عليها بعد كده. بس وانت بتحجز الفندق اتأكد ان عندهم في الكومنتات او هم كاتبين انه عندهم اتوبيسات او في قريب منهم موقف لحافلات الحرم ممكن برضو تركبها. فانت حاول على قد ما تقدر وانت بتحجز ان يبقى النقطة دي في الحسبان عندك، ان انت ما تبقاش بعيد عن الحرم، ما تبقاش حاجز فندق ما فيهوش اتوبيسات. حاول تحجز الفندق يبقى فيه اتوبيسات توديك الحرم عشان تقلل قوي في فلوس التاكسيات اللي انت هتدفعها، لان النقطة دي صعبة جدا هناك. ان هو ممكن تركب التاكسي تلاقي ان هو التاكسي اللي المفروض تدفع عليه 15 او 20 ريال بتدفع عليه وقت الزحمة 150 و200 ريال، وهتضطر ان انت تدفع. بس لازم تبقى عارف ان انت قريب من الحرم، فده معناه هيقلل لي في فلوس المواصلات وفي اتوبيسات بتوصلني. فبالنسبه لك النقطه دي هتبقى خلصانه شويه وهتقلل الفلوس كتير عليك. فانت لازم تاخد النقطه دي في الحسبان وانت بتحجز. وعشان بقى نكمل خطة السفر بتاعتنا لازم برضو نعرف الانتقالات الداخلية، ودي النقطة اللي بعد كده اللي هنتكلم عليها. يعني احنا خلاص مثلا عرفنا ان احنا يوم 5 هنقدر نوصل بالليل على جدة. هنوصل ازاي من جدة لمكة ومن مكة للمدينة بعد كده لما نخلص عمرتنا ونقعد في مكة؟ عايز اقولك ان انت لما توصل لجدة لازم تعرف نقطة مهمة جدا وتشوفها وانت بتحجز. هل انت هتوصل على مطار الملك عبد العزيز القديم ولا الجديد؟ النقطة دي مهمة جدا، لان لو انت هتوصل على المطار القديم فده معناها ان انت القطر اللي انت هتركبه، لو هتركب القطر السريع قطر الحرمين السريع اللي بيوصل من جدة لمكة وبعد كده من مكة للمدينة، لازم تبقى عارف ان هو موجود في الصالة الجديدة. ودي ما حدش قال لي عليها، وانا لبست ودفعت تاكسي عشان اقدر اوصل في وقت كنت واصل اصلا قبل القطر بتاعي بحوالي 50 دقيقة، فكنت محتاج ان انا اوصل بسرعة على الصالة الجديدة. فدي نقطة لازم تبقى عارفها، هل هتوصل على الصالة القديمة ولا الصالة الجديدة؟ نقطة لازم تاخدها في الحسبان ان انت كمان هتدفع تاكسي. ولو انت هتسألني على نصيحتي الشخصية فانت هتلاقي اتوبيسات موجودة قدام المطار بتوديك على جدة، وهتلاقي ناس اصلا بتحمل عربيات خاصة بتحمل ان انت توصلك من جدة لمكة. فانت مش محتاج ان انت تركب القطر السريع. لو عايز تجربه فانت لازم تبقى زي ما بقولك حاسب التاكسي اللي انت هتدفعه. هو خد مني حوالي 50 ريال، كان عايز 100 بس كان معايا ناس فخد مني 50 ريال. فده برضو لازم تحسبها في الخطة عندك. بالنسبة للانتقالات الداخلية كمان اللي انت بعد خلاص انا خلصت عمرتي وكل الكلام ده هقدر اوصل للمدينة ازاي؟ تقدر توصل للمدينة لازم تحفظ المكان ده كويس جدا. تقدر تقول له ان انت عايز تروح على جرول، ده المكان اللي بيبقى واقف فيه الاتوبيسات او العربيات اللي بتوصلك من مكة للمدينة. هتلاقي هناك موقف سابتكو، ده اشهر شركة اتوبيسات موجودة في السعودية ويعتبر في الخليج كله. هتلاقي كمان
اتوبيسات برايفت ناس بتحمل للمدينه، هتلاقي كمان عربيات ناس اشخاص عاديه بتحمل للمدينه. تقدر تدفع على الاتوبيس ده في سابتكو هتقدر تدفع 98 ريال، وده هيوصلك في حوالي 5 ساعات لحد 7 ساعات. العربيات البرايفت ده انا شايفها اسرع واحسن، ممكن تدفع من حوالي 90 ريال لحد 100 ريال، ساعات بتبقى ارخص ممكن تفاصل معاه انت وحظك. بالنسبه لنقطه مهمه جدا زي ما بقول لك مع الحجز الفندق واكدت عليها كذا مره، ان انت الفندق يبقى قريب من الحرم، ويبقى زي ما بقول لك عندهم اتوبيسات. ليه بقى عندهم اتوبيسات؟ لان في مشكله كبيره جدا كلمتك عليها، التاكسيات. التاكسي هناك رهيب، يعني انت لازم تبقى عارف ان انت الانتقالات الداخليه في حاجات كتير جدا هتعملها عن طريق التاكسي. التاكسي هناك لازم تشوف انت اول حاجه هتدفع قد ايه، لازم تسال الناس اللي هناك اصلا المشوار ده ممكن ياخد قد ايه، تسال في الفندق. وكمان عندك نقطه حلوه جدا ممكن تعملها، ان انت تنزل اوبر. هو لو طلبته مش هيجي لك، عملتها في مكه وعملتها في المدينه، الاوبر ما جاش، بس ممكن تعرف عن طريق اوبر الرحله دي نفسها هتكلف قد ايه، عشان تبقى عارف وانت بتكلم السواق تفاصل معاه في قد ايه. يعني انت مثلا لو لقيتها على اوبر ب 15 ريال، لو هو قال لك 25 ريال تعرف ان انت ممكن تنزل ل 20، هو مش هينزل لل 15 مهما حصل، فانت ممكن توصل معاه ان هو 20 ريال. وده نفس الكلام موجود في المدينه برضو. المدينه برضو التاكسيات فيها فظيعه، فانت تبقى عارف ان انت لازم تبقى قريب من الحرم، ولازم تبص على التاكسي هتدفع قد ايه. اوعى تدفع الرقم اللي هو بيقولك، لان دايما بيبقى ازيد من العادي، فانت هتبقى عارف هتدفع كام، وتبقى عارف ان انت تبقى ما يضحكش عليك في الموضوع ده، لان الموضوع هناك صعب جدا في موضوع التاكسيات. ونتنقل بعد كده لنقطة مهمة برضو لازم تبقى عارفها في أي خطة سفر، بس مش هنتكلم عليها بشكل مفصل هنا، اللي هي الأكل والشرب. أنت في مكة والمدينة برضو أنت عندك أوبشنز أكل كتير جدا. أنت بالنسبة لك ممكن تاكل إن أنت ب10 ريال وجبة من البيك، أو ممكن تاكل من مطعم تاني برضو ب15 مثلا ريال، وممكن تاكل في مطعم ب100 ريال. فأنت عندك الأوبشن موجودة كتيرة جدا. ممكن كمان أنا عشان كنت في رمضان فما قدرتش أستغل الفطار في الفندق، فانت ممكن تلاقي اصلا الفندق عامل فطار، فانت ممكن برضو وانت تحجز فندق بالفطار، فتبقى شلت من عليك وجبة الفطار، وتقدر تاكل وجبة بس في اليوم ب15 او ب20 ريال. دي بالنسبة لنقطة الاكل. اما لو انت مسافر دولة تانية فلازم برضو زي ما بقول لك تحسب نقطة الاكل وانت بتعمل خطة السفر بتاعتك. واخيرا شويه نصايح ليك لازم تاخد بالك منها. اول حاجه لو انت محرم من اوروبا لازم تبقى عارف ان انت لو مثلا نازل ترانزيت بودابست، فانت هتطلع من المطار محرم، او بوخارست او ايا كان، انت هتطلع من المطار محرم. ما ينفعش تطلع من غير الاحرام، لان بنسبه كبيره انت مش هتعرف حدود الميقات بتاع جده، فما ينفعش ان انت تطلع الطياره من غير ما تبقى محرم. انت ممكن في ناس بتعمل كده لما تطلع الطياره تبدا في الحمام تلبس الاحرام، بس انا شايف ان الحمام ضيق جدا على موضوع ان انت تلبس الاحرام، وممكن الاحرام يبقى فيه مثلا الطهاره يبقى فيها مشكله من الحمام في الطياره. فحاول تبقى طالع الطياره محرم وواخد نيه العمره، وهتلاقي ناس كتير جدا في المطار وطالعين معاك على الطياره لابسين الاحرامات، فما تحسش ان انت غريب والموضوع عادي جدا. ولما تبدا الطياره تتحرك هتلاقي مثلا على حوالي بعدها بساعه مثلا تبدا الناس تكبر، فانت كبر معاهم. بس نصيحه ليك حاول تطلع من المطار محرم. تاني نقطه لازم تاخد بالك منها، اول ما تنزل المطار دور على اقرب مكان تقدر تجيب منه خط، لان انا ما عملتش كده واكتشفت ان الراجل اللي في المطار اداني عرض نت وعرض مكالمات احسن من الراجل اللي كان في قلب مكه. وده بص عايز اقول لك قعدت اندم 3 ايام ان انا من غير نت، وانا كنت جبت اصلا اسهل لي الخط من المطار. ثالث نقطه، السعوديه متطوره جدا في موضوع الدفع بالكارت، فانت مش هتبقى محتاج كاش كتير، بس خلي معاك يورو او دولار او ايا كان. اول ما تنزل من المطار اكتشفت برضو السعر في المطار اداهوني قريب من السعر، او يعني تقريبا هو السعر اللي موجود في الصرافات في مكة. فانت برضو غير عملة من المطار اول ما تنزل عشان تقدر تدفع الاتوبيس او التاكسي. ونقطة مهمة جدا برضو، او النقطة الرابعة اللي تاخد بالك منها، لازم يبقى معاك ادوية وخصوصا كريم تسلخات، لان انت هتمشي مسافات كبيرة جدا جدا في مكة. خصوصا ممكن تمشي في اليوم 14 كيلو، انا حرفيا كنت بقفل في اليوم 15 كيلو، والحرم متوسع بشكل كبير جدا. فعشان فعلا ما يحصلكش اي مشكلة خد معاك ادوية، خد معاك دواء تسلخات. ولو انت
انت بيحصل لك عدوى بسرعه حاول تبقى لابس الماسك ساعه الطواف او ان تلاقي زحمه، لان فعلا ناس كتير بتتصاب وانا اتصبت بعديها، لان انت عندك ناس من كل مكان في الارض، فهتلاقي الاصابات والعدوى كتيره جدا. فانت حاول برضو تلبس ماسك وانت في العمره او في الطواف. وكمان نقطه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، ان يبقى معاك لبس مريح ليك، ويبقى معاك لبس قطن كتير، ويبقى معاك شبشب كمان مريح ليك. انت لما تدور وتعرف هتعرف ان انت لازم تبقى لابس الاحرام على شبشب، ما ينفعش تلبس الاحرام من غير شبشب. فلازم الشبشب اللي انت هتلبسه ده يبقى مريح ليك، لان هيكمل معاك يومين او 3 على حسب هتعمل العمره بتاعتك امتى. فلازم تبقى الشبشب بالنسبه لك مريح. نقطه كمان مهمه جدا، اول ما تنزل وتاخد التاشيره نزل ابلكيشن نسك، لان انت ده هتستخدمه ان انت اول حاجه تسجل بياناتك ان انت تاخد حجز ان انت تعمل عمره او تصريح ان انت تعمل عمره. كمان تحجز تصريح ان انت تخش تصلي في الروضه في المدينه، لان الحجوزات صعبه جدا او التصاريح صعبه جدا. فما تجيش على قبليها بيوم ولا يومين وتلاقي ان انت اصلا مفيش حجوزات. وطبعا اوعى تنسى ان انت تقرا كتير جدا عن العمره، اقرا كتير على المناسك، اكتب كل الكلام ده. انا كنت كاتب كل خطوه بالخطوات عشان ما اغلطش. واخيرا وليس اخيرا، اول حاجه لما توصل بقى وخلاص تعمل عمرتك، كل من البيك واشرب ميه زمزم على قد ما تقدر، واعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. فحاول تدعي على قد ما تقدر وما تنسانيش بالدعاء. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.